كان الصلاة في جامع كبير، المصلون خارجون على الدرج وأنا أحدهم، وأنا الآن مصاب. عندما نزلنا من الدرج الجامع الكبير فوجئنا بمجموعة كبيرة من الأجهزة الأمنية من خارج دوما، من خلفنا ومن أمامنا، بدأوا يضربوننا بالعصي والهراوات على رؤوسنا، واعتقلوا جميع المصلين وأخذوهم إلى أماكن محدودة. وبعدها تم إطلاق النار من قناصات من الأجهزة الأمنية، وأقولها وأكرر، وأرجو أن لا تحذف هذه اللقطة، وأرجو أن لا يحذف هذا الكلام، وليكن إعلامنا دائما صادق وينقل الحقيقة. نعم، كان هناك من الأجهزة الأمنية هنا من الخارج البلد وليس الأجهزة الأمنية الداخلية. أنا حتى حماني من الضرب عميد في الشرطة، وكان قد ازرقت يداه من كثر الضرب، لأن اللي كانوا عم يضربوه هو أجهزة من خارج مدينة دوما. وأكثر من 30 شخصا من الأجهزة الأمنية الخارجية هي التي ضربتني وأنا في الأرض، وقد حماني الله. وثم أخذي إلى المستشفى، وقد تم الهجوم على المشفى من قبل تلك الأجهزة الأمنية وأخذ الجرحى بعد أن تم تهريبي أنا شخصيا من المشفى. وأشكر كل من حاول والذي أنقذني وأخرجني من المشفى سليما. هذه الحقيقة. لا وجود لمندسين في مدينة دوما، لا وجود لعصابات مسلحة، لا وجود لعصابات سرقة، بل سلميون حضاريون. نحن بناة هذا الوطن، نحن دعاة للبناء، نحن دعاة، لنا مطالب حق. نرجو أن يتم التواصل بين القيادات والشعب، فلينزلوا إلى الشعوب ليروا مطالبهم الحقيقية، لا مطالب أكل وشرب، لا مطالب أكل وشرب، بل مطالب حق. نحن نريد الحرية، نحن نريد محاربة الفساد، عدم قمع الأشخاص، عدم المحسوبية. نحن كلنا للوطن. أنا لا أحسب على أي خط ولا أي أمور. نحن نريد الحقيقة فقط، نريد محاسبة من أهدر الدماء في سوريا، نريد محاسبة من أهدر الدماء في دوما. هؤلاء الشهداء ما ذنبهم؟ أحد الأشخاص كان يغلق محله فتأتيه رصاصة من أحد الأجهزة الأمنية من خلفه، وأحد الأشخاص كان نازل من بيته ليعلم أين أولاده فيقتل في الشارع. بعض الجثث تم سحبها وسحقها، وأنا أعلم أن هذا الكلام قد لا ينقل على الفضائية، وأكرر أنا أعلم أن هذا الكلام لن يذاع، لكن أقوله أمام الناس ليعلموا أن قد سحبت أشخاص مجروحة من الأرض وجثت ودعس عليها برجل الأجهزة الأمنية ورميت على الحاويات ورميت على نتابعها وبدأ النيل هي كلياتها كلياتها النيل ما بدنا نعمل مشاكل. عم نحكي بدنا يا سنتين وين ابوه؟ بدو سؤال مشان الله نعم ولا شيء لنطير من الصوت. ايوه نحن هذا اللي عملناه لا ما مصير. الله يجزيك خير. والله ما ننسى والله. بعدوا له الدكتور.